رصيد الفود ستامبس بتاع شهر نوفمبر هيدخل يا جماعة. ايه اللي بيحصل؟ في قاضي فيدرالي امر النهاردة ادارة الرئيس دونالد ترامب بان هي تستخدم اموال الامرجنسي او الطوارئ في الفود ستامبس، وان هم يبعتوا للناس الرصيد بتاع شهر نوفمبر عشان ما ندخلش في مجاعة كبيرة في امريكا. إدارة الرئيس دونالد ترامب ردت النهاردة على القصة ديت، وقالت إن هي عندها استعداد إن هي تعمل دوت، ولكنها منتظرة الطريق القانوني اللي تمشي عليه لما يوصلها قرار المحكمة. طب إمتى؟ مش عارفين. طب القرار هيوصل إمتى؟ محدش عارف أي حاجة، ولكن الأخبار الكويسة إن الرصيد هيدخل، وعلى الجميع الانتظار لحد لما نعرف إمتى. أكيد هيحصل نوع من الإعلان عشان الناس تبقى عارفة، وقت ما نعرف أي تفاصيل جديدة هنعرف الناس بيها. نقطة مهمة كمان، في ناس كتيرة بتستغل المساعدات الحكومية وهي بتبقى غير مستحقة. في ناس بتعمل حاجات غير قانونية عشان تقدر تاخد المساعدات ديت. الكلام ده صحيح، ولكن أغلبية الناس الموجودين في أمريكا اللي بيستخدموا الفود ستامبس هم ناس مستحقة. في الكثير من الناس اللي عندهم ظروف اقتصادية صعبة، ومع الاقتصاد اللي تعبان والغلو في الأسعار دلوقتي كمان، فالمشكلة أكتر من مشكلة في مشكلة واحدة. فخلينا رحيمين ببعض، وخلينا ما نبقاش قاسيين على الناس اكتر من الظروف اللي موجوده اللي احنا عايشين فيها كلنا دلوقتي في الاقتصاد الامريكي الحالي. تحياتي للجميع، لؤي العاصي من نيوجيرسي، مع السلامه.